فيلمنا بيبدأ في روسيا مع طفل اسمه سيرجي، وهو قاعد مع مامته واخوه جنب النهر وبيقضوا وقت جميل مع بعض. بيطلع سيرجي يقعد على شجرة وبيفضل يتكلم مع عيلته وبيقول لهم انه فرحان انه عرف يطلع الشجرة. ولكن فجأة بتعدي طيارة ألمانية فبتنده الأم بصوت عالي على أولادها عشان يستخبوا في الزرع، وده عشان الألمان لو شافوهم هيقتلوهم لأنهم في الحرب العالمية التانية. ولكن سيرجي بيقول لهم انه مش خايف من الطيارة ولا من الأعداء، وبيلعب بالنبلة بتاعته وبيقدر انه يفجر الطيارة، ودي كانت مفاجأة بالنسبة له. وفجأة بيبص سيرجي على مامته واخوه مش هيلاقيهم، وهيطلع كل ده سيرجي بيحلم. فبيصحى من النوم وبيفضل ينده على امه عشان خايف، وفجأة بتظهر واحدة من الجيران وهي مخضوضة وخايفة وبتطمن عليه وبتحمد ربنا انه لسه عايش وبخير. بتقول له خبر وحش ان مامته واخوه ماتوا، ان الالمان هجموا عليهم وقتلوهم. وبيقول لها انه مش مصدق ومش مستوعب وانه هيفضل في البيت لحد لما مامته ترجع. بتقول له انه لازم يهرب حالا وبتخليه ينط من الشباك، وبتحاول هي كمان تهرب معاه لكن مش هتلحق والالمان هيقتلوها. بيكون سيرجي اللي عنده 6 سنين وحيد، ولما بيبعد سيرجي شوية من البيت بيلاقي ان المدينة اللي كان عايش فيها بتتحرق كلها، وبيفضل يعيط وينده على مامته وبيجري بسرعة وبيوصل غابة وبيكون خايف وبينده على والدته انها تيجي تاخده. وبيفضل سيرجي لوحده في الغابة وبينام في الضلمة، وفجأة بيعدوا جنود ألمان في الغابة فبيستخبى سيرجي منهم عشان لو شافوه هيقتلوه، وهيستخبى ورا شجرة كبيرة. وبيتخض لما هيشوف تعبان فوق فرع الشجرة اللي مستخبي وراها، لكن ما بيكونش خايف من التعبان وبيكون خايف من الجنود اكتر. وبيقعدوا الجنود جنب النهر وبيفضلوا ياكلوا وبيمشوا ويسيبوا بقايا اكلهم. وبيكون سيرجي جعان فبيجري على الاكل وبياكل كل الاكل اللي اتبقى منهم. وفي اخر اليوم بيكون سيرجي تعبان بسبب قله اكله ونومه بقاله يومين، وفجاه هيلاقي توت بري فهياكله، وفجاه هيحصل انفجار وراه وهيخلي سيرجي يقع وهيفضل يمشي وهو دايخ، وهيتهيأله ان في حد بيمشي وراه بسبب تأثير الانفجار. وهيمسك عصاية وكأنها بندقية وهيتكلم بصوت عالي وبيقول انه مش خايف وانه معاه سلاح، وبيمشي ويقع على الأرض وبيغمى عليه من كتر التعب. وبعد فترة بيعدي جنديين من المعسكر الروسي بياخدوه معاهم، وهناك بيكون في قائد في المعسكر الروسي بيكون مستني جنوده يوصلوا بسلام من الدورية، وبيدخلوا عليه بالطفل وبيكون مصاب وضعيف بسبب اللي مر بيه الأيام اللي فاتت. وبيكون سيرجي خايف فبيطمنه القائد وبيقوله انه معاه وفي صفه، وبيسلم على القائد وبيضحك الجنود على الطفل انه بيسلم بكل براءة على القائد. وبيرتبطوا الجنود بسيرجي وبيشربوه ويأكلوه، حتى القائد بيهتم بالطفل. وبعدين بيروح سيرجي المستشفى وبتهتم بيه ممرضة اسمها كاتيا، وبيعجبها سيرجي بسبب قوة شخصيته، وبيطلب منها انها ترسم دبابة على جروحه عشان نفسه يطلع جندي لما يكبر. وبيلعبوا معاه المصابين، وبيكون سيرجي معجب بمسدس القائد وبيفضل يتكلم معاه القائد وبيديله المسدس يلعب بيه بعد ما شال منه الرصاص. وبيوريه الطفل رسمة الدبابة اللي على بطنه وبيقوله انه لما هيكبر هيكون مقاتل. ومع الوقت بيخف جروح سيرجي، وبتطلب كاتيا من القائد انه يسيب الطفل في المعسكر، لكنه هيرفض تماما ويقول لها انه مش من سلامة الطفل انه يفضل في المعسكر وانه عاوز يوديه ملجأ ايتام. وبيكونوا الجنود متعلقين بسيرجي، وفي وقت فراغهم بيروحوا يلعبوا معاه وبيجيبوا له الاكل اللي اهاليهم بعتينه لهم، وبيخلوه يلعب بالمنظار العسكري. وفي يوم عسكري بيروح للقائد وبيتحايل عليه انه يسيب سيرجي في المعسكر وانهم اتعلقوا بيه، وده بيشيل عبء الحرب وهم بيلعبوا معاه. لكن القائد بيفضل مصمم انه يرسل الطفل للملجأ عشان سلامته النفسية من الحروب. وفي يوم بيهاجم الألمان المعسكر الروسي وبيكون فيه مصابين كتير، وبتيجي عربية عشان تاخد سيرجي الملجأ، فبيودع القائد الطفل وبيديله مسدس خشب يلعب بيه. فبيحضنه الطفل وبيقوله انه خايف عليه، فبيتأثر القائد بكلامه وبيغير رأيه وبيقرر انه هيتبنى سيرجي ويكون ابنه. وبالليل بيكونوا الجنود فرحانين عشان سيرجي مش هيسيب المعسكر، وهيفضلوا يعملوا له زي عسكري. وتاني يوم القائد هيجيبهوله ويلبسهوله، وهيخرج سيرجي للجنود وهيفضل يجري وفرحان وكأنه عسكري بالظبط. هتظهر طيارات ألمانية وتقذف العساكر بالقنابل، فبيجروا على سيرجي وبيخبوه بعيد من المتفجرات. وبيكون عدد المصابين كبير، وبيكون سيرجي عايز يساعدهم فبيجيب مية وبيساعدهم انهم يشربوا. وبيكون واحد منهم عينيه مصابة وملفوفة فبيطلب من سيرجي انه يقرا له رسالة، وبيكون سيرجي ما بيعرفش يقرا اصلا لكن عايز يساعده، فبيألف من دماغه وبيقول له ان البقرة بتاعته بخير في المزرعة. لكن المصاب بيقول له انه ما عندوش بقرة اصلا ولا عنده مزرعة، فبيرد عليه مصاب تاني وبيقول له انه ياخده على قد عقله وانه طفل. وبعدها بيقرا رسائل المصابين وبيفضلوا يضحكوا عليه لانه بيصطنع الكلام من عنده. ويكون الجنود مبسوطين انه بيحاول يخفف عنهم. وفي نفس الوقت بيكون القائد بيتكلم مع كاتيا لوحدهم، وبيكون بينهم مشاعر واعجاب لكن محدش قال للتاني حاجة. وبعد فترة بيتكلم سيرجي للقائد وبيقول له انه بقى ابوه، وبيعتبر نفسه كبير في المعسكر وبيعرف نفسه تعريف عسكري. وفي طريقهم
هيلاقوا منطقة عسكرية متضررة بسبب الانفجارات اللي حصلت، فبيعلموا القائد انه يخلع القبعة احتراما لأرواح الشهداء. وتاني يوم هيروح سيرجي للقائد ويكون عايز يتكلف بمهمة، فبيكلفوا القائد بتوزيع الرسائل على الجنود وبينجز المهمة وبيكون الجنود مبسوطين وهو كمان فرحان. وفي يوم هيطلع سيرجي من المعسكر وهيلعب بالمنظار وهيلاقي رجل واحد طالعة من كومة قش، فهيجري على الجنود ويقول لهم على اللي شافه، وبيكونوا الجنود مفكرين انه بيلعب وبيتهيأ له، لكن بيروحوا معاه عشان يتأكدوا وبيلاقوا وجود حركة وبيلاقوا جنديين ألمانيين وبياخدوهم معاهم المعسكر وبيفضلوا يمدحوا في ذكاء سيرجي وهو بيكون فرحان وإنه أنقذ حياة جنود كانوا هيتقتلوا. وبالليل القائد بيوريه الأوراق الرسمية إنه بقى أبوه خلاص رسمي، وبيكون سيرجي عارف إن أبوه معجب بكاتيا فهيقوله إنه يعترف لها بحب. وفي طريقهم ليها هيشوفوها إنها واقفة مع جندي تاني فيفتكروه انها معجبة بيه. وبعدها هيهجم الألمان على المعسكر الروسي وسيرجي هيساعدهم انه يوصل لهم الذخيرة، وبعد كده هيقولوا له انه يروح مكان آمن اللي هو الخيمة عشان لو فضل معاهم هيموت. وهيروح سيرجي الخيمة، لكن بيلاحظ ان القائد والعساكر في حالة خوف لان اتصالهم بالكانونال انفصل، وبيروح جندي عشان يصلح السلك المقطوع وسط الضرب، وبعديه هيروح سيرجي وراه وهيلاقيه مصاب وبيموت وهيسأله ازاي اصلح السلك، فهيقوله وهيصلحه سيرجي وهيرجع الاتصال تاني وبيطلبوا قوات دعم. وكده بيكون الطفل اللي عنده سنين هو اللي انقذ كل الجنود، وبيكون القائد وكاتيا بيتكلموا بيعترف لها بحبه وبيقول لها انها تبقى ام لسيرجي، وبتكون كاتيا فرحانه جدا ولسه هترد على القائد، لكن بيقطعهم جندي وبيكون معاه رساله للقائد وبيكون مكتوب في الرساله دي ان الكتيبه هتترحل لمكان تاني وفي تاني يوم هيتحركوا معاهم سيرجي وبيبعدوا عن المنطقه وبيعدوا على منطقه فيها متفجرات وتتفجر عربيات كتير كان فيها جنود كانوا اصحاب سيرجي، فبيحضنوا القائد عشان خاف عليه. بعد كده شالوا المصابين وبيكملوا طريقهم للقاعدة الجديدة، وهناك بيقابلهم الجنرال الجديد وبيعجب الجنرال بشخصية سيرجي وبيهنئ القائد على ابنه بذكائه. وفي تاني يوم بيكرموا الكتيبة ومنهم سيرجي، وبعدها سيرجي هيقدم التحية العسكرية وهيقسم على حماية البلاد وولائه. وفي ليلة هتكون القاعدة تحت القصف وبيخاف سيرجي وبيكون القائد تحت الحيطان وبيعيط سيرجي وبيحاول يساعده وينده العساكر عشان يشيلوه. وتاني يوم بيروح لأبوه المستشفى وبيكون سيرجي اتصاب إصابة شديدة وقت لما كان بيحاول ينقذ أبوه القائد، وبيكون الطفل مصدر إلهام لكل اللي في الجيش، وبيكون سيرجي ما عندهوش حد غير الجيش وأبوه وكاتيا وبيتحرك معهم في كل حتة. وفي النهاية بيروح الكتيبة بولندا وبيكون سيرجي مشهور بأنه أصغر محارب في التاريخ وتنتشر قصته في كل جنسيات العالم. وبيكون الفيلم متاخد من قصة حقيقية عن البطل المحارب الصغير سيرجي. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم الفيلم الجاي.